تضحك على اي حاجه. بص، اول مره اشوف لعيب ايوه ده تستحيل والله حبيبك كيم. اول مره يا كابتن يوسف اشوف لعيب يجيب 7 نقط وهو بلانك اصلا، من ايام باسكال جروس، فاكره؟ برايتون. كان ليه بقى؟ كان اخد 3 بونص عشان عمل 100% تمريرات صحيحه. انت بجد؟ متخيل الماتش ده كان سيء ازاي؟ قلنا كتير يا كابتن يوسف ان الجوله اللي بعد التوقف الدولي دي بتبقى جوله مميته. ده حقيقي. وظهر عليك. انا وشي باين عليه. يعني قول لنا بقى، عايزك تحكي للناس، تحكي طبعا لكابتن كريم نجم موسم الرياض. قبل بدايه الجوله بيوم جاء في دماغي كذا تغيير. حاولت ان انا ادخل الابلكيشن وانفذ الخطه اللي في دماغي. الابلكيشن ما فتحش. مسحت الابلكيشن ونزلته تاني ما فتحش. فتحته من على الموقع ما فتحش. كل ده كان بتبقى اشاره ما تفتحش خلاص. ثبت التشكيله بتاعتك كده. قبل الديدلاين ب5 دقايق عملت حركه غريبه جدا كده، فتح الابلكيشن. فتح قال لي تعالى يا عم فينك. عملت ايه انا بقى؟ انا كان معايا ماتيتا وموقف دوبرافكا ومعايا في نص ملعب رايندرز. قلت انا هفتح اعمل حاجه واحده بس، ابيع واحد من الدفاع، وكان معايا فلوس كتير بقى عشان بيع صلاح. قلت هجيب جابرييل بدل مدافع والعبه. بعدها قلت طب ما صلاح بيحب مانشستر يونايتد وفي حاله عشق وكده. جبته وكابتنته. فلوس اسمها ايه؟ عجزت معايا. عجزت معايا صح كده يا كابتن خالد. قمت بايع مين؟ بعت ماتيتا. اصل انا عرض التشكيله. فتح الابلكيشن بقى. لا بس هو خد بالك، هو كان منعك في الاول صح؟ قال لك ما تدخلش يا يوسف وانت تقاوح معاه. جبت كام نقطه في الاخر يعني؟ انا يا كابتن خالد جبت الجوله دي 48 نقطه. يا اخي ايش فيك 48؟ هو خد بالك ده سبونسر الحلقه فمش هقدر اكلمه يعني. خد بالك عايز اقول لك على حاجه، لو الفيديو ده جاب 2000 فيو هنظهر وشه الحلقه الجايه. انا بس شفت الكوميديا طلعت جدا، فممكن ارد لك السؤال. انا جبت 56 نقطه. لسه لي الحاج مالك ضيوف هيلعب النهارده 17 نقطه مرتاح. 17 نقطه. انا بقى على عكسك تماما عملت تبديل رزين. انا كان عندي ثقه 100% ان فان ديفين واندرسون الاثنين مش هيعملوا حاجه. قعدت اقول يا خالد تمشي مين، يا خالد تمشي مين. العاطفه خلتني امشي اندرسون عشان هيلاعب ارسنال، فقمت ممشي اندرسون وجايب الحاج مالك ضيوف. دلوقتي يا كابتن انا حاسس ان الناس مش مركزه معانا في الدوري. يعني في ناس كتير ما دخلتش الدوري بتاعنا علشان ما بنبيعش ثلاجات وغسالات والكلام ده. الاول على الدوري لحد دلوقتي المفترسين ذا بريديتورز لصاحبهم محمد تواتي وعجبي ماشي، جايب اوفر اول 582 نقطه كابتن كريم. يا عارف هو كام على العالم؟ قول كده. ال 100,000. هو ال 1452 على العالم. لا ده في الدوري عندنا. ما شاء الله. في الجوله اللي فاتت يا كابتن يوسف شويه ثوابت احنا بنقول عليها من اول الموسم، عايزين ناكد عليها. تعال نشوف دريم تيم للاسبوع اللي فات جابوا كام نقطه. في حراسه المرمى طبعا لازم يكون دوبرافكا عشان ما قعدوا على الدكه 9 نقط. ريس جيمس 18 نقطه. موكيلي 17 نقطه. موكيلي ب 4 مليون جايب 17 نقطه. تشيمبونج 14 نقطه. كايل ووكر 14 نقطه. جابرييل حبيب قلبي واخويا 12 نقطه. كم مدافع بقى؟ 5 مدافعين. نيتو وبنتنكور بصراحه انا مش فاهم يعني دول جابوا نقط ليه اصلا. بنتنكور جايب 10 ونيتو جايب 12. ماتيتا 17 نقطه. ويلبك 13 نقطه. وهالاند 13 نقطه. من الناس دي كلها اللي عليهم القيمه مين؟ طبعا هالاند. بصراحه ماتيتا يعني اتكلمنا عليه كتير الجوله اللي فاتت. انت بعته. ايوه بالظبط كده كابتن كريم. جابرييل وريس جيمس، وطبعا دوبرافكا وموكيلي عشان ارخص 2 في اللعبه. في مقوله حلوه جدا بتقول اللي يصبر ينول. انا بنفذ المقوله دي بس الا حته صغيره. يعني دايما بصبر على اللعيب، بصبر عليه تيجي تنول ما بتنولش. ما بنولش. فانا اللي يصبر بس. يعني انا اخد نص المثل. فضلت صابر على ريس جيمس كذا جوله، ولما بيعه يفجر الدنيا. ولكن انا فعلا كان عندي وجهه نظر ان هو احسن باك يمين في العالم حاليا. ما حدش في نيوكاسل كلها يعمل حاجه غير فولتمان بس. خلاص الموضوع انتهى. بورنموث وكريستال بالاس فعلا فرقتين كبار ومدربين محترمين جدا. واثبتوا ده. الماتش اللي فات كان ماتش ممتع جدا. وماتيتا اتكلمت معلش اديني الكريدت بقى على ماتيتا. بلفت نظر المشاهدين لحاجه ان ماتيتا بيتوفر له فرص كتير جدا ولكن هو بيضيعها، فهو خطير فشخ الصراحه. احنا خد بالك يا كابتن خالد ممكن نوصل لمرحله من الموسم ان احنا ما يبقاش عندنا اي كلام نقوله. نيجي نقول هالاند مستواه رائع، السيتي معتمد على هالاند بشكل كبير،
ونقفل الحلقه ونمشي. وكابتن هالاند وكابتن هالاند 100%. ساندرلاند دفاعها محترم جدا وفرقه رخمه بتثبت ده كل جوله، وانا بقى مستني ومنتظر اشوفهم في ماتش زي ماتش تشيلسي هيعملوا ايه. هو ده هيكون الماتش الفيصل. ولكن موكيلي مهم. ارسنال الاكس جي عليهم كان 0. يا ساتر يا رب. 0 ولا شوطه من فولهام على الجون. انت قصدك الماتش اللي فات ولا اخر مثلا كذا جوله؟ لا اخر ماتشين تحديدا يعني، بس انا بكلمك على الجوله اللي فاتت دي. حقيقي انا مش قادر اتخيل يا كابتن كريم ازاي في واحد واخد بالك او في بني ادم عاقل ما عندوش دفاع من ارسنال. كبير. ارسنال يا كابتن استقبلوا 3 اجوان في 11 ماتش وهياخدوا الدوري. توتنهام تقريبا ما بتكسبش على ارضها. ايه ده احنا في ديجا فو ولا ايه؟ انت لسه قايل كده من 3 جولات. انت قايل كده بالظبط. ما هي ما مكمل، ما انا بقول لك ثوابت. توتنهام ما بتكسبش على ارضها. ولو وعدت الحلقه اللي فاتت اقول بيعوا فان دي فين، قلت كده فعلا. بيعوا مدافعين توتنهام يا جماعه، قلت كده فعلا. خلاص اخدنا خيرهم، ارموهم بقى. هنعمل ايه يا كابتن يوسف الجوله الجايه؟ انا غالبا مش هلعب. طبعا النصيحه اللي انت بتحبها جدا وممكن مثلا اعتقد انت هتلاقيك كاتبها على عربيتك في يوم من الايام، طول ما في شامبيون ما تعملش تبديلك بدري لحد ما نستنى نشوف مين اللي هيتصاب، مين اللي هيتاكد ان هو يلعب الجوله الجايه. طب بالله عليك دي مش دايما نصيحه مهمه؟ هي تذكره مهمه. اصل في ناس بجد شبهك كده. اصل هقول لكم هو عمل ايه الجوله اللي فاتت. ركز معاه كريم بالله عليك. هو عمل ايه بقى الجوله اللي فاتت؟ كان بيتفرج على ماتش ليفربول وتشيلسي، قام قايل يخرب بيت امك يا صلاح، وقام داخل بيعه في وقت الماتش. ففي توقف دولي، قعدنا اسبوعين بعد التوقف الدولي خلاص الجوله راجعه اهو، قام رايح مرجع صلاح تاني، يعني اشترى صلاح تاني علشان هو في التوقف الدولي كان مستواه حلو. فانت لو كنت صبرت وما استعجلتش على صلاح وما سبتش عواطفك تتحكم فيك كان زمانك وفرت تبديل وسبت صلاح الجوله دي عادي. ده حقيقي فعلا. فما تعملش تبديلاتك طول ما في شامبيون. اصبر بعد الشامبيون، اصبر للمؤتمرات عشان التبديله غاليه يا جماعه والله. يعني انت لما هتلبس سالب 4 هتزعل وقتها. وجب التنويه برضه يا كابتن يوسف ان الديدلاين مش زي كل اسبوع يوم السبت. الاسبوع ده الديدلاين يوم الجمعه، فاوعى تنسى. خلص صلاه الجمعه يا باشا، اطلع عيد تشغيل الفيديو ده، ركز كده في المعلومات اللي بتتقال، اعمل تبديلاتك وظبط حالك. فاكر ماتش ارسنال يونايتد اللي كان اول ماتش في الدوري؟ فاكره طبعا، ده حاجه تنسي. وانا كنت من ضمن الناس اللي بتقول لك يونايتد السنه دي مستوى مختلف، هيقدم حاجه مختلفه وي فطلع واحد محترم عارف اللي بيحصل اللي هو انت، وقلت لي ما تاخدش على تحليل اليونايتد في ماتش ارسنال لانهم بيستجدعوا في ماتشنا بالذات، وده اللي حصل. يعني من الاخر اقدر اقول لك ان هم ممكن يخسروا عادي جدا من ماتش برايتون اللي جاي. تاني بنفكرك ان انت ما تاخدش تحليل يونايتد في الماتشات الكبيره، ان هو ده مستواهم الثابت. بس انا لفت نظري حاجه في الماتش ده، برونو خطير قوي. ده حقيقي فعلا. دايما في المركز اللي هو بيلعب فيه ده بيبقى فاضي جدا، بيبقى جاي من ورا كده بتسرسب من غير اي رقابه عليه، زي الكوره بتاعت ماتش ليفربول دي اللي هي جابها في العارضه. فهو بيعمل الحركه دي كتير، وكمان اسيستاته حلوه قوي بصراحه. فانا شايفه مهم جدا مع الجدول الجاي لمانشستر يونايتد، ممكن يبقى اختيار وديفرنشال حلو قوي. على الورق ماتش برينتفورد ليفربول سهل، ولكن برينتفورد على ارضها فريق رخم قوي. يعني حتى السيتي كسبهم 1-0 بالعافيه بجون هالاند التخبيط ده. ولكن بصراحه محمد صلاح مظلوم الماتش اللي فات. يعني اسيستين لجاكبو الكورتين في العارضه، وكرة كانت قريبه قوي من الجون وبلانتي ليفربول، وجهه نظري. فعلى الاقل كان جون واسيست الماتش اللي فات. لو انت عايز تجيب فان دايك هاته بس للمساهمات الدفاعيه فقط. كلين شيت ما تستناش. حتى قدام برينتفورد نسبه ماشي ممكن 30-40% ان هم يعملوا كلين شيت، ولكن برضو نسبه قليله. ومع الجولات اللي بعد ماتش برينتفورد كمان صعب جدا ليفربول تعمل كلين شيت. انا شايف بلاش منه. اندرسون يا كابتن خالد زي ما انت قلت الجوله اللي فاتت بعته لحسن حظك ولسوء حظه اتصاب، ولكن احنا لسه مش عارفين هي اصابته هتطول ولا لا، فاستنى نشوف المؤتمرات. مشي ايزاك وهات فولتميدا ايزي. عندي خبر انا كنت عارف ان هو هيحصل وانا بتفرج على الماتش. نوتنجهام اقالت بوستيكوجلو في الماتش. لا معلش، هم ما اكلوهوش، هم وجهوا له الشكر. تقريبا بيقولوا ان شون دايش هو اللي هيمسكهم، ولو مسكهم بجد هتبقى فرقه رخمه جدا دفاعيه جدا. هم اصلا مهيئين لشون دايش، صح؟ والله هم بجد تحسهم اي فرقه بحسها بيحلقوا قرع كلهم، بحسها ان هي بتاعت شون دايش. موريو ده مخيف فشخ. ارسنال هيكسب كريستال بالاس وده تصريح رسمي. فقعد دفاع كريستال بالاس دك. بجد انا لاعب مونوز، بجد والله انا لاعب مونوز. هتلاعب مونوز؟ رهانه كابتن كريم ان مونوز هيجيب نقطتين الجوله الجايه. ماشي. وانت؟ ان مونوز هيعمل مساهمه هجوميه. انا كخالد كابتن كريم، انا كخالد كايه والله العظيم عرفت هتتكلم على مين من غير ما تبص، والله العظيم كمين. ما بنصحش حد، ما بقولش لحد اعمل زيي،
انا بقول انا الناس بتحب تعرف احنا هنعمل ايه وهنسوي ايه يا كابتن، فبنقول لهم انا كخالد كخالد هصبر على جوكريس 3 جولات. انا هصبر على جوكريس يا عم 3 جولات. 3 جولات اه يا بخته، قاعد عندك بياكل ويشرب وما بيدفعش حاجه. بس انت بقى نصيحتي ليك لا، ان ساكا مهم جدا جدا جدا. عمل ماتش قدام فولهام اقسم بالله تاريخي، مش ممكن. عمل كل حاجه، كان عمل اسيست جابرييل خطفه منه، ضربه جزاء وما اتحسبتش، مش عارف ازاي. اقسم بالله كل ماتش بيتحسب لها بلانتي ويتلغى ظلم. اخر حاجه بقى هقولها لك ليك انت بالذات قبل ما يكون للجمهور العزيز، هات ماتيتا بعد ماتش ارسنال عنده 4 جولات طرشه كابتن. باعوا ما هو هيفضل في السلسله دي، ولا يمشي كده. صلاح يجيب صلاح، يمشي ماتيتا يجيب ماتيتا. ما ينفعش يبقى عندنا ضيف عزيز راجل من رواد موسم الرياض. تعمل مداخله؟ لازم طبعا، لازم اعرف رايه في اهم لاعب للجوله الجايه. الو السلام عليكم. جو بيدو ماله بقى؟ ثانيه بس، عشان هو تقريبا ما اتعلمش تكوين الجمل. يعني الجمل مبتدا وخبر، فين الفعل مفعول؟ فعل وفعل مفعول به. ما فيش بقى. هو جواو بيدرو هاتريك. شفت بقى، هو قال لك جواو بيدرو هاتريك. انا لو بصم لي كده مضالي ان جواو بيدرو هيجيب هاتريك ماشي بقى. بس الجوله اللي جايه لو بدانا ولقيت ان في مهاجم هو اللي بيلعب وهو بيلعب تحته، بجد هيجيب الجول. هيجيبوا مهاجم منين بقى؟ هيشتروا؟ ممكن يلعب بمارك جيو ده الاول. بجد هيلعب بمهاجم ب4.5؟ يا ابني هي الحياه كلها مش فانتزي. يعني هو مش بيشوفه، يعني انت بكام في الفانتزي؟ ب4.5 اقعد على الدكه. طب بمناسبه 4.5 بتمشي كده. الواد بتاع بورنموث ساروبي، ايوه هو ده، الواد ده جامد قوي، بس اتاكد ان ايفان نيلسون لسه مصاب. انت تعرف بقى ايفان نيلسون عرفوا منين ان هو مصاب؟ واحد بيحلق عند الحلاق بتاعه دخل في لايف لواحد من بتوع الفانتسي قال له خد بالك ايفان نيلسون مش هيلعب الماتش الجاي. استون فيلا كابتن خالد احنا كنا مخصمينها من اول الموسم، ولكن كان عندنا حق فعلا، ولحد دلوقتي ممكن يبقى عندنا حق. ولكن روجرز بقى له كذا جوله مقدم مستويات، مش هقول لك نفس السنه اللي فاتت، ولكن بدا يدخل فورمه شويه. جاب حته جون خرافي الجوله اللي فاتت، والجولتين اللي قبلهم جاب اسيستين. ممكن تخلي عينك عليه، بما ان نص الملعب السنه دي في اللعبه بيجيب نقط وحشه، فممكن يسند معاك يعني الجولتين. بس هو جدوله صعب، يعني بالجدول ده يعرف يجيب نقط؟ اللعيبه الكبيره الغاليه هو مش لعيب بتجيب كبير. ايه؟ اللعيبه الكبيره الغاليه بتجيب ايه؟ ما بتجيبش حاجه برضه. انا في واحد قال لي جمله جميله قوي لما قلت له ان انا بعت ماتيتا، قال لي ليه ده رخيص يا عم؟ بعته ليه؟ ساعتها فعلا استغربت، هو انا ليه بعته رخيص؟ يعني مش مأزم معاه في حاجه، فاهم؟ يعني انت معاك جيوكريس اكل شارب نايم عندك في فرقتك، ما جابلكش غير جولتين. طيب دلوقتي انت قلت حاجه على نفسك، قلت ايه؟ قال ايه يا كابتن كريم؟ قال لك رخيص بعته ليه؟ لا قال لك انا دايما في المثل اصبر تنول. قال لك انا صبرت بس لكن ما نولتش. انا دلوقتي صابر مستنى نول، مش هعمل زيك. السيتي داخله على 4 جولات وجع قلب. حلو. وجع قلب. ما اعتقدش فيهم كلين شيت يا عم. اللي لازم معاه روبن دياز ده اخره كلين شيت واحد، هو لا بيساهم هجومي ولا بيعمل مساهمات دفاعيه ولا اي حاجه. ولكن في واحد في خط الدفاع يا كابتن كريم مهم. قريب. الله. طب يا كابتن كريم مع اورايلي في حد تاني من السيتي؟ مفيش غير هالاند. عقل والمنطق بيقول ان بيرنلي هتعمل كلين شيت الجوله الجايه، وانا بترعب لما العقل والمنطق يتفقوا. انا فهمت المدرسه اللي انت بقيت بتتبعها، اللي هو محدش يمسك عليك حاجه. بالظبط كده. وبما ان احنا كابتن خالد الناس بتقول لنا يا عم تقول لي تشكيله الاسبوع بدل ما تقعد تفرضهم لي واحد واحد، اهي يا عم تشكيله الاسبوع ملي عينك منها وهنسيبها لك على الشاشه شويه. نكابتن مين الجوله الجايه من فانتسي الدوري الانجليزي؟ بجد مش هدخل الخناقه دي. ليه هالاند؟ مش انتوا عايزين هالاند يا ابني؟ لا ما هو بص، في حاجه لازم تتقال، ركز معايا كابتن كريم. دلوقتي واحد، وفي ناس كتير جدا بتكابتن هالاند وتسيب الكابتنه عليه طول الموسم، وهو كل جوله لو ما عملش حاجه بيجيب جون. كل جوله هو اوبشن كابتنه، كل جوله اوبشن كابتنه. طب انا واحد عايز اختلف. مش عايز تختلف، انت واحد مثلا بتغير كل جوله. ترتيبك قليل شويه وعايز تحصل بالظبط. او انا عارف ان هالاند مثلا هيجيب جون او جونين، ماتشه مش سهل قوي، ولكن مثلا سيمينيو لا ممكن يتالق، او مثلا جوكريس هيتالق، فانا عايز اكابتنه. جامد فشخ. ازاي طيب؟ ده انتوا عاملين دماغ وسخه. انت واحد مختلف، انا عارفك، وانت مختلف تاني.
كابتن سيمينيو يا باشا وانت كابتن ساكا. طب انت ولا عايز بقى واحده نو ريسك نو فن، احنا جايين نستمتع. والله العظيم لو دخلت دماغي هعملها. فولتميدا والله بفكر اجيبه كابتن. والله شوف نفسك. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عايز تشوف وش كابتن كريم هتشوفوا الحلقه الجايه ان شاء الله. لو الفيديو ده جاب 2000 فيو يا رب تجيبوا نقط كتير. سلام عليكم. كنت عايز اقول بس ان جواو بيدرو ممكن يتكابتن. انت هتكابتن جواو بيدرو، انا هكابتن جواو. دي نصيحه سعوديه لو انت عايزين تطبقوها.